أهلا وسهلا بكم. إدارة الأهلي طلبت حجز ملعب الجوهرة للعب مباراة بيرسبوليس في كأس النخبة الآسيوي، لكن إدارة الملعب اعتذرت وأبلغتهم أن الملعب سيستضيف الاتحاد والوحدة. إقامة مواجهة الهلال والاتحاد في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي على استاد الأمير فيصل بن فهد بسبب عدم جاهزية المملكة أرينا. نادي بير شوكت البلجيكي يعلن رسميا ضم اللاعب مروان الصحفي واللاعب فيصل الغامدي قادمان من نادي الاتحاد. رابطة الدوري السعودي ليست معنية بتحديد ملاعب بطولة النخبة الآسيوية، ونادي الأهلي كان مهملا في واجبه بإبلاغ الوزارة باختياره ملعب الجوهرة. طالب البرتغالي جورجي جوسوس استمرار إبعاد البرازيلي نيمار جونيور عن الكشوفات الزرقاء والإبقاء على مواطنه رينان لودي حتى يناير المقبل.